ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل البطاطس بالفراخ بألذ واسهل طريقة هتعجبك جدا، وفي نفس الوقت طريقة موفرة جدا لان احنا مش هنستعمل اكتر من نص كيلو فراخ هيعمل لك الصينية الجميلة دي. محتاجين بطاطس ومعلقتين زبدة، وبعدين بصلة كبيرة مفرومة، 3 تومات مفرومين، معلقة كبيرة نشا، بقدونس وكريمة طهي، جبنة موتزاريلا، توابل، فلفل الوان، صلصة طماطم، والفراخ بتاعتنا. ده كل اللي محتاجينه. والفراخ طبعا مقطعينها مكعبات صغيرة. هنبدأ الأول. قطعنا البطاطس وهنحط عليها مية نغطيها لحد وشها كده بالمية ونحطها على النار مع نص معلقة ملح. نختبرها كده بالسكينة، لسه ما استوتش، هسيبها 5 دقايق كمان لحد ما اختبرها السكينة تدخل بسهولة. هصفيها، صفيتها وحطيتها في الطبق، حطيت عليها معلقتين الزبدة ونص معلقة ملح ونص معلقة كمون وتهرسيها كويس. بعد ما هرستها حطيت عليها معلقتين كبار بقدونس متقطع صغير قوي ومعلقة كبيرة نشا. بعد كده هقلبها مع بعض كده بالنشا والبقدونس، وبعدين هعملها كرات كده وسط، لا صغيرة ولا كبيرة. أنا حبيت أبدأ بالبطاطس علشان أدخلها التلاجة تتماسك شوية قبل ما أحطها مع الفراخ، فبدأت بيها الأول. عملت بقى الكرات دي زي ما بقولك مقاسها وسط كده، كورت كل الكمية ودخلتها التلاجة. بعد كده في طاسة على النار فيها معلقتين زيت على معلقتين زبدة، حطيت البصلة المفرومة وحطيت 3 فصاص توم مفرومين عليها كده. مش هتاخد لون، هي بس هتدبل، وهضيف لها الفراخ. الفراخ زي ما قلتلك هما 2 صدر فرخة مقطعينهم مكعبات. هقلبها كده وبعدين هتبلها بالملح والفلفل والزعتر والبابريكا، كل حاجة نص معلقة صغيرة، وأقلبها كويس في التتبيلة. بعد كده هضيف لها الفلفل الألوان. أنا حاطة نص فلفلاية أحمر وأخضر وأصفر، نص فلفلاية من كل لون. نقلب بقى الفلفل شوية مع الفراخ. بعد كده هضيف نص كوباية كريمة طهي ونص كوباية مية، وأسيب بقى الفراخ لحد ما تتشرب الكريمة والمية كده على النار. لما توصل للشكل ده كده هنزلها كده. نزلتها بقى في صينية بايركس أو في أي صينية عادية براحتك. حطيت الفراخ وفردتها، وبعدين بقى هنطلع البطاطس اللي حطيناها في التلاجة وهنحطها على وش الفراخ. ده شكل الفراخ اهو. حطينا بقى البطاطس على الوش كده، اخدت حوالي ربع ساعة في التلاجة على ما الفراخ استوت. وبعدين هحط فوق البطاطس صلصة الطماطم ونص كوباية كريمة طهي تانية، يبقى كده استعملنا كوباية كريمة طهي. بديل كريمة الطهي طبعا لبن ومعلقتين قشطة، يعني ممكن تحطي كوباية إلا ربع لبن عليهم معلقتين قشطة بديل كريمة الطهي. بالشكل ده كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني. أخدت حوالي نص ساعة وطلعت بالشكل ده. ده شكلها. لما طلعت بقى أنا حطيت عليها جبنة موتزاريلا، ممكن تستبدلي الموتزاريلا بأي نوع جبنة عندك. حطيت عليها جبنة موتزاريلا على الوش كده ودخلتها الشواية 5 دقايق بالظبط. ساحت الجبنة وأخدت اللون الذهبي الجميل ده. نطلعها، وحطيت عليها حبة بقدونس للتزيين كده، وبعدين قطعتها وقدمتها. طبعا لو سبتيها شوية 10 دقايق كده هتتماسك وتبقى الخلطة طالعة متماسكة وشكلها أحلى، بس أنا حبيت أطلعها وهي سخنة كده. طعمها لذيذ جدا وريحتها تحفة، وفي نفس الوقت مش مكلفة خالص، معقولة خالص، وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.